السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. لايف على السريع من المحل إن شاء الله، نستعرض بعض الشغل اللي وصل عندنا، فبإذن الله كده يكون إن شاء الله الشغل ينال رضا الجميع. أول حاجة عندنا نستعرض بعض الأجهزة اللي هي وصلت جديد، في منها كان خلص الأيام اللي فاتت وجبنا منه تاني. نشوف بس الفيديو كده كده البث يظهر لنا ان البث كده اشتغل. يا ريت لو اي حد شاف البث كده يدينا لايك او اي حاجة بحيث نعرف ان البث شغال. يا بركة سيدنا رسول الله. السلام عليكم. كده هنبدأ بأول حاجة عندنا الهاند بلندر اللي هو ماركة جامايكا، اللي هو واصل عندنا ده بقوة 1500 واط. حاجة ممتازة جدا، خامة عالية بتاعته. هنشوفه كده. حاجة كويسة. سرعات من أسفل، ودي طبعا سرعات في الأمام. سلاح قوي جدا بتاعه، عمود استانلس بالكامل، يعني جهاز ممتاز. هنجربه ونشوف. حاجة ممتازة جدا، صوته هادي جدا، يعني ده دليل انه حاجة كويسة. يعني دي السرعة المنخفضة ودي السرعة العالية. ده ان شاء الله متوفر مني 1500 واط، ومتوفر مني اللي هو 1000 واط. ماركة جامايكا. منزلين منها الكبة، منزلين منها الهاند بلندر، ومنزلين منها المكوة بتاعتها اللي نازلة برضو حاجة نظيفة، يعني مش شغل شعبي، طبعا احنا نجيب الحاجة اللي تخص الشركة دي كلها. تاني حاجة عندنا المكوة والبخار بقوة 4000 واط. حاجة ممتازة جدا، يعني كخامة وكقوة. الفينش بتاعها عالي، الفينش عالي بتاعها ممتاز. ادي المكوة زي ما انتم شايفين، حاجة ممتازة جدا. سرعات، ده التايمر بتاعها، وفي نفس الوقت بتقدر تظبط على القماش اللي انت هتبقى شغال عليه كول. ده خزان المية، ومعاه طبعا معاها دورة جاي معاها في العلبة بتعبي من المية. حاجة ممتازة وحاجة كويسة جدا. حتى السلك بتاعها نظيف محمل، حاجة قوية يعني. ده بالنسبة للمكوى 4000 واط. مكوى 4000 واط. هنجيب بعد كده آخر حاجة تخص الشركة دي، هنجيب الكبة. دي الكبة اللي جاية معانا. والله شغل نظيف، يعني صراحة الشركة دي عجبتني بالشغل بتاعها. ده بالنسبة للكبة. كل حاجة اللي قدام الواحد كده يشوفها. الشغل نظيف، محدش بيتكسف مني
ولا يخاف منه. هذه الكبة عندنا 4 سرعات. تمام. هنا بتاع الترس بتاعها معدن، حاجة نظيفة. دي المحتويات بتاعتها، الجوان اللي بيقعد عليه الحلة. ده طبعا السكينة بتاعتها، ومتوفرة عندنا في المحل. يعني لا قدر الله مع كتر الشغل السكينة دي ممكن ايه تبوظ، فاحنا ان شاء الله موفر عندنا وبكميات كمان. يعني هنجرب الكبة برضه نشوفها. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، حتى الغطاء بتاعها محمل، حاجة نظيفة. هذه الكبة زي ما انتم شايفين. معلش انا هحاول احول الكاميرا شوية. هذه الكبة عندنا 4 سرعات. تمام. دي طبعا اقل سرعة، تاني سرعة، ودي السرعة الثالثة، ودي السرعة الرابعة. يعني غالبية الكبات بتلاقي أقصى حد سرعتين 2. يعني دي ولله الحمد جاي 4 سرعات. موتورها قوي وحاجة نظيفة إن شاء الله، يعني هتعجب الناس. وأحلى حاجة إن إحنا طبعا زي ما قلنا السكينة بتاعتها قاعدة عندنا. يعني السكينة لو باظت عندنا. والأحلى من ده كله الموتور نفسه، موتور الكبة اللي هو يعني يعتبر أغلى حاجة فيه عندنا في المحل إن شاء الله. وتركيبه لو لا قدر الله لو حصلت حاجة في الكبة فيما بعد هيكون تركيبه من عندنا مجانا. يعني مش هناخد أجرة ركيب، هناخد ثمن قطعة الغيار بتاعتنا فقط لا غير. يبقى ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو داعم ما بعد البيع. يعني مش هخش محل اخد مني حاجة وامشي، لا، احنا هنسلمك حاجتك ان شاء الله، هتاخد مننا المنتج وعلى قدر الطاقة، عشان برضو الواحد ما يقولش كلام وبعد كده يرجع يروح يتحاسب عليه. على قدر الطاقة هنقدر ان احنا ندعم الحاجة. يعني الكبة هم اللي اياهم فيها هم حاجتين اكثر حاجة ممكن عرضة يبوظوا. تمام. ده بنتكلم على يعني على اي كبة. السكينة والحمد لله متوفرة عندنا، والموتور والحمد لله عندنا برضه. يعني مفيش اي حاجة هنخاف منها. ده بالنسبة للكبة دي. وده كده يبقى 3 منتج من الشركة دي. عندنا الهاند بلندر، وعندنا المكوى، وعندنا الكبة. تاني حاجة عندنا هاند بلندر اللي هو ده 3 قطع. هاند بلندر 3 قطع ب 775 جنيه، برضو حاجة كويسة. موتور قوي، يعني صراحة موتور قوي. المقبض او اليد عامة بتاعت الهاند بلندر حاجة كويسة، يعني محملة. تاني حاجة معاه زي مضرب بيض، مع السلاح بتاع مضرب البيض، ومعاه إناء أو وعاء يعني سعة لتر أو أقل من لتر. ده عامل 775 جنيه عليه عرض. تمام. تاني حاجة عندنا الشاشة، شاشة 32 بوصة. الشاشة 32 بوصة حاجة كويسة جدا جدا. وطبعا احنا نزلنا فيديو عنها امبارح تجربة لجودة الصورة ب 4250 جنيه. ان شاء اللي هيجي النهارده باذن الله هيبقى عليها حامل شاشه هديه، او مش اللي هيجي النهارده، يعني لحد النفاذ يعني فاضل عندنا. يعني الحمد لله فاضل عندنا كده كام شاشه فاضل لحد الان ان شاء الله 5 باذن الله. يعني ربنا يمنع الموانع ان شاء الله، وبعون الله هيبقى الشاشه عليها حامل هديه وحامل مستورد. يعني مش هنقول حامل مثلا حامل شعبي، مش هحط لك حامل ابو علبه حمراء اللي هو الفوكس ده الشعبي ده، لا، هحط لك حامل مستورد نظيف. يعني حاجه نظيفه وحاجه كويسه. ده
بالنسبة للشاشة. تاني حاجة عندنا المراوح، عندنا مراوح حائط. المروحة عليها عرض، هيبقى عندنا آخر 3 مراوح فاضيين، هيبقى عرض المروحة عاملة 850 جنيه. المروحة الستاند بالريموت نزلنا منها تاني بعد ما خلصت، كان فاضل منها 2 والحمد لله جبنا منها تانية لما جينا الناس عجبها السعر يعني، فنزلنا المروحة الستاند بالريموت هتبقى عاملة 1050 جنيه، مش هنقول 1400 ولا 1500، 1050 جنيه حتى نفاذ الكمية. ده بالنسبة للمراوح الحائط ومراوح الستاند. تاني حاجة عندنا زي ما نوهنا عن الخلاط اللي هو بيكسر التلج، خلاط الفور ستار ولله الحمد. يعني الخلاط ده الناس كلها يعني كل اللي خد مني صراحة شكرنا عليه، يعني كل اللي خد مني شكرنا عليه بسبب جودته وبسبب خامته، لان في مني في السوق كتير ونفس الشكل ونفس كل حاجة، بس للأسف موتوره بيبقى ضعيف. تاني حاجة البودي اللي هو من بره ده اللي هو الشكل بتاعه بيبقى ضعيف جدا جدا، واحنا كنا جبنا مني كمية يعني قبل العيد، يعني عجبنا سعره فقلنا الحمد لله على سعر برضه مخفض. في عندنا ده الغالي وفي ده عندنا اللي هيبقى سعره ارخص، واللي يعجب الزبون تمام ياخد مني. ولله الحمد يعني. عاوز نقفل الصوت ده بس، نقفل الصوت عشان ما يروحش يأثر معانا على الفيديو. تمام. فعندنا طبعا بسعر 1650 جنيه الخلاط ده اللي هو بيكسر التلج، اللي هو الفندقي الاصلي بتاع الكافيتريات، يعني حاجه اصليه مش الشعبي. الشعبي عامل 850 جنيه، عامل 900، في من 950 في لحد 1200 او 1300، ده شعبي. واي حد يقول لك كلام غير كده ما تروحش تسمع مني، انا اللي بقول لك شعبي. يعني من خلال التجربه بتاعتي الفترة اللي فاتت في نظام الخلاطات، معلش أنا كان في عندي خلاط كنت عامل عليه دعاية وعامل عليه دوشة صراحة، يعني بما يرضي الله. واحدة زبونة خدته ما كملش نص ساعة وراحت جات بي قالت لي خد خلاط اللي خدته منك ده فيه صفته كذا وكذا وكذا، أقسم بالله ما خليته بيت في المحل، لميت الكمية كلها وشحنتها تاني على ايه طيب. قلت له لا أنا ما أشوف حاجة كويسة، مالي ومال العك اللي أنت بعته. فقلت عشان يبقى حتى يوم اطلع واتكلم كلمه يبقى قدام الناس ثقه، ما بقاش انا بكلام يبقى عندي شغل يعني كلام تاني. يعني صراحه حاجه بتخلي الواحد يروح يتضايق. والله خدت مجرد ما قالت لي في كذا قلت اتفضلي فلوسك، وجبت الكراتين حملت له كل الخلاطات بعتها له. ده كان خلاط كان عامل 650 جنيه. نرجع للخلاطات اللي احنا مقفلينها هنا عندنا في المحل ومعموله على ايدنا، الشغل بتاعها افضل وانظف من الخلاطات الرخيصه اللي هي بتاعي جاهزه. يعني الخلاطات الفئه الرخيصه اللي هي بتاعي جاهزه، لا احنا اللي بنعمله عموله افضل. ليه؟ بنروح نجيب الموتور حاجه معينه. يعني احنا جبنا الموتور ده مثلا الموتور بتاع الخلاط المونوليكس القديم، خلاط المونوليكس القديم الزماني بتاع امي وامك وبتاع، يعني ده الخلاط اللي هو ايه اللي كانت يعني الناس كلها زمان كان اعتمادها عليها. فلما جينا نعمله عندنا في المحل جبنا انظف قطع، مع ان كان فيه يعني مثلا يعني الدورق بتاعه ارخص، لا جبنا الدورق اللي هو النظيف اللي هو قزاز. تاني حاجه جبنا المطحنه بتاعته اللي هي السلستين اللي هي الخامه ممتازه، جايبين حاجه ممتازه. فوق ده كله جبنا الموتور بتاعه نحاس، موتوره نحاس، موتور الخلاط نفسه، موتور الخلاط نفسه ده موتور الخلاط اللي احنا جبناه اللي هو المونوليكس الزماني. فطبعا لما نجيب قطع غير كلها حاجه نظيفه تمام ونسلمها لك افضل من اللي هي جايه في الكرتونه. الكرتونه ده اصلا اللي هو عامل المنتج فبحاول يقتصد فيه على قد ما يقدر. لا انا اجيب لك ده واحط لك خامه نظيفه وهاخد المكسب اللي يعني اللي يرضي ربنا الاول، بعد كده يرضيني. فدي انا بقول لك يعني الخلاط اللي هو مقفل يدوي باختيار قطع غيار نظيفه لا تاخده سواء من عندي او من عند غيري، بس اهم حاجه يكون مثلا غيري انت مثلا تقول لا اديني مثلا الحاجه النظيفه اللي يكون جوه الموتور نحاس 24 مش عارف نعم، والحاجات دي اللي احنا يعني خدنا عنها فكره تو، يعني احنا ما كانش لنا اصلا
فكرة بيه. ده بالنسبة للمواتير بتاعت الخلاطات. برضو عندنا جبنا كل قطع الغيار. المهم يعني قبل ما انسى، الخلاط ده اللي هو مجمع مع المطحنة ومع الشفشة، تمام، ومع يعني الخلاط والمطحنة والشفشة على بعضهم عاملين 500 جنيه. عاملين 500 جنيه، يعني حاجة رخيصة جدا. اللي هو عاوز مثلا يعني يخليه مثلا يطحن مثلا كمون، او عاوزين سكر او حاجات زي كده. تاني حاجة الشفشع بتاعه، يعني اللي عاوز يعمل عصير. يعني هو صراحة يعني زي ما بنقول بالبلدي حمار شغل. يعني ده بالنسبة اللي هي الحاجة الرخيصة. ده افضل ان انا اروح اقفله لك عندي في المحل وتاخده من عندي مجرب وجاهز، افضل من ان انا احطه لك في كرتونه اقول لك ده جاي جاهز من بره وخده. زي ما احنا قلنا الحاجه، وبعد كده ارخص. يعني انا لو انا جبته جاهز من بره وجبته مثلا قلت له مثلا اديني انضف حاجه، ممكن هيزيد مثلا في سعره عن عندي 100. وفي نفس الوقت في مني اسوء. يعني الخلاط نفسه ده كامل فيه على بعضيه ثمنه 350 جنيه. يعني ثمنه بالموتور بالبودي بكل حاجه بالمطحنه بالشفشق بتاعه مش هيعدي ال 400 جنيه. بس اهم حاجه احنا بنقول يعني بما يرضي الله الموتور نحاس، لازم يكون الموتور حاجه نظيفه وحاجه كويسه. ده بالنسبه لقطع الغيار الخل. وفي مني حاجه اسمها يعني خلاط المونولكس ده اللي هو مثلا 400. برضه جبنا كل حاجه مني. يعني عندنا الشفشق بتاعه اللي هو المستورد اللي هو نظيف. تاني حاجه جبت لك برضه المطحنه بتاعته الستانلس ستيل. يعني مطحنه ستانلس ستيل حاجه نظيفه وحاجه كويسه، تمام. ما جبتلكش ايه اللي هي المطحنه اللي هي بتكون بلاستيك من جوه الشعب. اللي جبت لك انضف حاجه اللي هي ستانلس ستيل، انتوا كده شايفينها في الصوره. زائد الفينش بتاعها، فينش يكون بتاعها حاجه عاليه. ده يجيب لك مني الدورق بتاعه، تمام، حاجه كويسه وخامه ممتازه. يعني انا عن نفسي جبته من فتره البيت، جبته بثمن غالي جدا. يعني جبته بثمن غالي جدا. لا انت هتاخده من عندي بالمحل هنا بثمن ارخص وكمان سعر انضف يعني وخامه انضف شويه. ده بالنسبه للمطاحن. عندنا كل قطع الغياريات. يعني كل قطع الغيار سواء كان اللهم صل على حضرة النبي الجلدة اللي من تحت، معلش انا في حاجات في اسامي ما اعرفهاش. يعني الجلدة دي اللي من تحت جات، الجلدة بتاعت الخلاط نفسه بتاعت اغلب الخلاطات وصلت. يعني حتى كان في ناس جاتني من كام يوم كانت عاوزة حاجة معينة ما كانش عندي برضو جبتها. كل قطع الغيار بتاعت الخلاطات باذن الله والكبات ان شاء الله، من موتور لقطعه غيار لابسط حاجه هتبقى اللي هي الجلده البسيطه اللي بتكون في العمود بتاع اللهم صل على سيدنا رسول الله بتاع السكينه تحت الخلاط. يعني حتى دي ان شاء الله باذن الله هنوفرها. يعني هي جات عندنا يعني عشان مش لسه هنوفرها، لا احنا ممكن احنا نضيف شغل تاني، لكن هي ولله الحمد عندنا الحاجه وصلت. يعني كل حاجه عندنا بتاعت قطع الغيار وصلت. حتى جلد الانابيب، يعني حتى جلد الانابيب الكيس فيه عندنا اكتر من 70 جلده عامل 10 جنيه، واللي عاوز 2 اللي عاوز 3 ب 20. يعني الثلاث اكياس من ده 20 جنيه. ده بالنسبه لجلد الانابيب. في عندنا مفكات جات، في عندنا قفيز الصلب مش التاني الصفيح، لا الصلب الحاجة الخامة نظيفة عامل 10 والتنين عاملين 15 جنيه. يعني حاجة نظيفة برضه. زائد شغل مكن الحلاقة عندنا عليه طبعا حيكون أسعار حلوة. الفرعوني بتبدأ عندنا من 175 جنيه. والمراوح زي ما احنا قلنا هذه شغل المراوح، هذه الخلاطات، هذه كل حاجة. الأسعار عندنا إن شاء الله حتكون حاجة كويسة. عندنا برضه عرض على مكوة الشعر وعلى الهني ده اللي هو الاستشوار. مكنة الشعر والاستشوار، مكوة الشعر والاستشوار دول هيبقى عليهم عرض. التنين عاملين 500 جنيه. يعني اللي عاوز استشوار وفي نفس الوقت عاوز معاه مكوة شعر هتبقى عاملة 500 جنيه الاثنين. يعني عرض هيبقى ان شاء الله عرض متاح للجميع. يعني سواء السعر هيبقى كويس جدا. ده بالنسبه لشغل الكبات. الكبه دي عندنا ان شاء الله عليها عرض ب 350 جنيه. دي بتاعت الخضروات بتاعت البصل، تمام، هتبقى عامله 350 جنيه عليها عرض. مكانة الحلاقه الكهرباء عليها عرض برضه ب 300 جنيه، رجعناها لسعرها القديم زي ما هو.
تاني حاجة زي ما قلنا ادي الفرعوني ان شاء الله 175 جنيه فقط. واللي عاوز جملة زي ما انتم شايفين عندنا كميات ولله الحمد هيديها له برضه بسعر كمان اقل شوية. مشترك الكوري اللي هو الفرز الاول مش الفرز الثاني ولا الثالث، اللي هو طبعا بيكون بيحمي البيت من زيادة الكهرباء، لانه في مفتاح اوفرلود اول ما بيحصل اي مشكلة طبعا بيروح يفصل الكهرباء. ده ودي شفاشف الخلاطات متوفر عندنا، حاجه قزاز شغل نظيف. خلاطات برضو اللي هي مونوليكس ال 400 اللي هو بيكون شكله زي كده، ده بيبقى شكله يعني حتى البودي بتاع الخلاط المونوليكس عندنا ولله الحمد. شوف بس قطع الغيار اللي هي وفرناها. البودي اللي عاوز يعني لو بودي باظ بتاع الخلاط المونوليكس الحمد لله عندنا تقدر انك انت ممكن نطلع لك الموتور بتاعك تمام، وبنحطه لك انه نشغله لك عادي زي كانك جايب الخلاط جديد. في نفس الوقت حتى البودي بتاع الخلاط القديم، المونوليكس بنقول لك عندنا، بنقول لك قطعه الغيار عندنا بتاعت الخلاط ولله الحمد كلها عندنا متوفره. كده عندنا دي شغل الدورق بتاع الخلاط توفر عندنا كذا نوع، والحمد لله كان في انواع عندنا الايام اللي فاتت كانت شاحه من السوق او ما كانش فيها يعني يعتبر عندنا هنا في بلادنا، فقدرنا يعني نتصرف فيها ونروح نجيبها. ده بالنسبه لشغل الخلاطات والكبات وكلام زي كده. عندنا الكتل بايركس قزاز عامل 350 جنيه 2 لتر كتل بايركس قزاز عامل 350 جنيه. زائد عندنا التنكه بتاعت القهوه القزاز عامله 250 جنيه. تنكه القهوه القزاز عامله 250 جنيه تمام. عندنا كتل تاني، عندنا تنكه تاني دي صغيره خالص تحت القهوه باذن الله هيبقى عليها عرض 160 جنيه، دي عليها عرض 160. طبعا عشان خاطر الحبايب هنخليها ب 150 جنيه. زائد شغلنا الاساسي طبعا معروف الدش. عندنا الاطباق البريفكس وعندنا اطباق ملونه وعندنا كل حاجه ان شاء الله هيكون. وحوامل الشاشه لله الحمد عندنا انظف حوامل انظف خامه وهتكون بسعر ممتاز جدا جدا. يعني شغلنا الاساسي اللي هو بتاعنا الاساسي هو شغل الدش عندنا متوفر ولله الحمد. في مفكات في زرديات العده يعني المفروض يعني اي بيت تبقى قاعده فيه. زاد مايك المساجد يا اخواننا اوقات برضه سعر ممتاز جدا جدا، وخاصة للمساجد مش هناخد فيه مكسب قوي، يعني هيبقى فيه ممكن يعني الشحن لأما ما فيش مكسب فيه خالص. زائد شغل الدش بتاعنا زي ما قلنا عندنا انظف اجهزة رسيفر في السوق يعني لله الحمد. الرسيفرات بتاعتنا نتحدى اي حد، ما فيش حد جايبها. الاجهزة بتاعتنا شغل الرسيفر بتاعنا بالذات ما حد جايبه، ليه؟ ده شغل نظيف. احنا بنجيب الحاجه لبيتنا زي ما بنقول قبل ما بنجيبها للزبون. ده بالنسبه لشغلنا ولله الحمد. استعرضناه على السريع شغل الخلاطات والكبات وشغل الاجهزه اللي عندنا. زي ما قلنا عندنا الاجهزه ان شاء الله هتكون بسعر محترم جدا جدا وهتنال رضا الجميع. والميزه يعني الميزه الكويسه ان شاء الله باذن الله ان الواحد يعني هياخد الجهاز وهو مطمئن، هيبقى الجهاز مع قطعة الغيار بتاعته يعني ولله الحمد. اللي عاوز مننا الجهاز ان شاء الله هنسلمه له، وفيما بعد لو حصل اي مشكله يجي يقول لي الجهاز مثل اخذته منك ده انا بدور على قطعه الغيار فانا عاوز اشوفها مثلا عندك او حاجه. لو مش عندي هروح اجيبها له من اي مكان بس بحيث تبقى متوفره لي وبسعر كويس. ده بالنسبه لشغلنا على السريع، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم. والسلام عليكم ورحمه الله.